مساكم الله بالخير، ارحب فيكم اليوم في برنامج قواعد اللعبه مع ضيفي النائب السابق عصام سلمان الدبوس. مساك الله بالخير ابو نايف. مرحبا، هلا اخوي خالد. ابو نايف، نبي نبدا معاك من جلسه المجلس الاخيره اللي هي حصل فيها الجدل حول صحه انعقاد الجلسه دون حضور الحكومه، والتناقض بين مواقف بعض النواب من هذا الموضوع بين الامس واليوم. خالد، شوف، بدون ما ادخل بقناعاتي في مدى دستوريه انعقاد الجلسه بالنصاب كاملا او نعم. في حضور ممثل للحكومه، انا اللي قاعد استغرب واللي لازم الشعب الكويتي شافه ولازم حنا بعد نبين للناس. نعم. في قضيه التناقضات والصمت اللي يناقض موقفهم بالمجلس العشرين، لما كانت قبل رئاسة غير. نعم. تعارض مصالح، ركبوا على المنصة وجابوا الميكروفون، إذا انتخابنا جابه محمد المطير هذاك. نعم. الصغير هذاك اللي جايبينه من السوق الشعبي. نعم. وصيح ومع علام وجاء صالح الشلاحي وسوى العفسه الانتخاب برها. حدث انتشر كله بالسوشيال ميديا طبعا. اي انتشر بالعالم. نعم. ما تكلم ما بدوا يعني يتكلمون عن دستوريته ويناقشون الرئاسه ولا شيء. نعم. جابوا الفوضى انت اللي ما تليق في ممارسه ديمقراطيه راقيه طاف عليها 60 سنه. صحيح. ويجون الحين ساكتين، ومحمد المطير نائب رئيس. هو التناقض صار على نفس الموقف. واحمد السعدون رئيس. نعم. لما تلاقت المصالح سكوت. وانت لاحظ يعني لو انهم فعلا يعني الان هم المقصود فيها الان، شفت الموقف هذا، المقصود رساله للرئاسه الجديده، رئاسه مجلس الامور الوزراء مو احمد السعدون وياهم مشارك. نعم. رساله حق رئاسه الوزراء الجديده لازم تقراها. سمو الشيخ ناصر محمد صباح السالم لازم يقراها. هي فيها رسالة يعني احنا نبي مثل ما تعاملنا مع الرئاسات السابقة، توافق أهواءنا ومصالحنا وأجندتنا، ترى نمشي معك زين. تعارضت مصالحنا مع سمو الشيخ صباح ومع رئاسة مرزوق، نركب على المنصة ونجيب ميكروفون وندز أمين عام مجلس الأمة، أمين السر. ليش التناقض هذا ابو نايف؟ هذا طبيعة يعني كان نفس الحدث، هذا لازم يشاهده رجل الشارع. ما حضرت الحكومة في المجلس السابق. احنا خالد قلنا لك قبل ان السياسيين ابناء شرعيين المصالح. شو اللي يقطع العملية هذه؟ تغيير المنهجية وتبيان للناس ان القاعدة التقت. هذه كويت جديدة، لازم المعادلة القديمة تنتهي. يعني الصمت هذا والسكوت، هاي رسالة حق رئاسة الوزراء الجديدة، ولازم يقراها الشيخ محمد. طيب أنا كنائب الحين لما أغير موقفي من نفس الحدث ما راح أخسر شعبيتي؟ عندي أجندة، عندي مصالح. طيب وشعبيتي وين راح تروح؟ شنو؟ لا، هذا الناس ما راح تنتبه حق هذا الموقف لما يتغير. لا تراهن على الذاكرة، لا تراهن على الذاكرة. حنا نعرف أن الشعب الكويتي المميز منهم ما يقدر يوجه، والأغلبية الصامتة والجزئية البسيطة المضللة ما تقدر تواجهها. لا تراهن. نعم. سبق وغردت تغريدة أن المشكلة ليست في أسماء من يتولى المناصب، وإنما في المنظومة. واليوم وبعد تكليف الشيخ الدكتور محمد صباح السالم برئاسة الوزراء، هل تغيرت رؤيتك؟ لا، هي هذا ما تغيرت المنهجية. كلامنا واضح وقلنا من 2006، واليوم حنا ب 2024. نعم. لما تحولت من نظام مشيخة وإمارة إلى النظام الديمقراطي، قامت على ركيزتين لا ثالث لهم. نعم. قاعدة المصالح وتمرير المعاملات، والقاعدة النفعية اللي كلنا نعرفها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ما زالت هذه القاعدة موجودة، وهذه لا، وكل اللي احنا اليوم بادين برئاسة وزراء. نعم. إذا ما تغيرت المنهجية الآن ما تعنينا شيء. أنت استذكر الكلام
لازم من لا يستغرق التاريخ لا يرى مريات المستقبل. نعم. كيل المديح والاستبشار بدت اللي أنا أدركته مع سمو الشيخ ناصر المحمد. قالوا فيه كلام تنشأ بمدرسة الشيخ جابر الأحمد وتدرج في المناصب الدبلوماسية وتقنوا فيه، وعصر جديد وعهد جديد آخر شيء من تولى السلامة ناصر ب 2006 الكلام. نعم. هذا الكل تغنى في شخص سمو الشيخ ناصر. آخر شيء سووا تعارضت المصالح. نعم. وبدأت حرب الأقطاب. إيش قالوا ارحل يا ناصر. جاء سمو الشيخ جابر المبارك وقالوا ذات الكلام اللي قيل في شخص سمو الشيخ ناصر محمد. طبعا نفس الأشخاص هم، هي ذاتها أصبحت المناصب السياسية ترى وراثية، ترى مو بس المادة الرابعة بالدستور وحكم ذرية مبارك، مو الكراسي بعد صارت وراثية. ذات الكلام. وقالوا في الشيخ جابر مبارك الحمد، سمو الشيخ جابر مبارك الحمد. وآخر شيء إيش قالوا؟ قال لا يحمل شهادة ولا يجيد كتابة اسمه ولا يقرأ. وراح للشيخ جابر مبارك الحمد. حضر الشيخ صباح الخالد وجاء الشيخ صباح وقالوا تدرج في المناصب وخريج مدرسة الشيخ صباح في الدبلوماسية، وقالوا ورجل ما خلوا شيء في الشيخ صباح الخالد ما قالوا. نفس المدح. وآخر شيء قعدوا على الكرسي خلوا يصوت عند بوابة القاعة، ووقعوا 29 نائب على عدم التعاون معه. هي ذات الكلام. وجاء أحمد النواف، سموه الشيخ أحمد النواف، وتغنوا فيه، خذ النصيب الأكبر بالمدح. وقالوا يصلي بالصف الأول صلاة الفجر، ورجل تقي، ورجل وبدأ عصر وبدأ وآخر شيء بس قدم استقالته وكله في الشيخ محمد صباح السالم. ما عاد يطلع بالسوشيال ميديا ولا أحد ينادي فيه. الشيخ محمد صباح السالم الطريق أمامه ليس مفروش بالورود، والناس يقولون لا يجب أن ننتظر في التشكيل. أنا ماني منتظر في التشكيل، ما يعني لي الشخوص. نعم. اللي يجيبها الشيخ محمد صباح السالم. الشيخ محمد صباح السالم إذا يبي أن تكون الكويت عهد ثاني يجب أن يستذكر خطاب صاحب السمو، والمجلس هذا ما يتعامل معه. أبو نايف، قبل ما نرجع في استذكار خطاب سمو الأمير، أبي شرح بخصوص القاعدة النفعية اللي تكلمنا فيها في البداية. قلت لك أنا من بداية الديمقراطية بنت على يعني لو كانت جسد بني آدم قائمة على ساقين واحد من يعني الأقدام اللي يرتكز عليها الإنسان هي قاعدة المصالح والقاعدة النفعية. أبي شرح حق القاعدتين هذول. القاعدة النفعية متلونة، قلت لك أنا، بالمال، بدعم الناس المرشحين واسترضائهم وكسب ولاءاتهم والكلام اللي تسمع. نعم. وانت قاعد الناس كلها تشوف، تدخل الناس عالم السياسة ما تملك من الدنيا شيء، وتخرج باللي تشوف انت. نعم. والكلام اللي نسمع والكلام اللي عرض على القضاء، تضخم الأرصدة المالية وتكوين ثراء، هذا وين يجي؟ لا في إرث تجاري. نعم. ولا في عمل وتجاري ولا أنشطة ولا غيرها إلا المنصب السياسي. هذا اللي نتكلم عنه في قضية النفعيات. نعم. غير المعاملات. هذه القاعدة النفعية من متى كانت الكويت موجودة؟ فيصبح علاقة مرتبطة في الابتزاز. الناخب ما ياخذ حقه إلا في نائب، والنائب ما يسترضي الناخب إلا باسترضاء الوزير ويكون. فأصبحت الوزارات تستقطب نواب، كل واحد عنده مجموعة، وإذا تعارضت مصالح الوزير مع وزير، ما تذكر يوم قالوا وزارة تستجوب وزارة، حكومة تستجوب حكومة، ونذكر والحكومة بعد هي الحكومة يعني يتجمعون قلوبهم شتى. تجي استجوابات غير دستورية ما يعرضونها على المحكمة الدستورية ولا يودونها حتى اللجنة التشريعية. ونرجع للقاعدة القديمة اللي يعيها الشيخ محمد
صباح السالم الرئيس المكلف، وهو يعني كان نائب رئيس مجلس الوزراء. نعم. يعرفها جيدا. الشيخ أحمد العبد الله ايش قال؟ الشيخ أحمد العبد الله قال طلع لكل شيء ثمن. صرح الرجل لكل شيء ثمن عندما خرج من الوزارة. قال الكلام هذا. هذول ناس يمثلون السلطة ومغرين بهذه القاعدة. ليش هم يريدون تثبيت هذه القاعدة النفعية؟ عشان يتم السيطرة، حرب على الصلاحيات. نفس ما قال الدكتور عبد الله النفيسي وطلع مع عمار تقي لما سئل عن مجلس 85 قال نحن نريد إسقاط الهيبة. وكانت الحرب هذه ما راح تنتهي، ما راح تنتهي. وبالقاعدة القديمة انتهينا من الموضوع، ما راح يكون في استمرار لا رئاسة وزراء ولا المجالس. أبو نايف أنا يمكن يعني ناس عندهم رمزية، مثل واحد مثل عبد الله النفيسي وجاء في مجلس 85 طلع بالصندوق الأسود مع عمار تقي وقال احنا كان هدفنا ما هو الشيخ سلمان الدعيج، هدفنا إسقاط يعني وابتزاز السلطة. نعم. قبل كانوا الحكومة تبي تدجن المجلس. أصلا النظام البنيوي ما يخليهم أن تتعاون السلطات مع فصل صلاحياتها في قضية المادة 50. هم قاعدين مشكلين ليتشابكوا. نعم. وإذا ما تغيرت المنهجية يا رجل خلي المنهجية الآن القائمة في القاعدة، والله العظيم والله العظيم إذا ما دخلنا على الدستور لا طبنا ولا غدا الشر. نعم. وقلت لك إن الشخوص لا تعني شيء، مع احترامنا لكل الشخوص. هم يأتون بهذه، يدخلون في هذه المنظومة وجيه ما جاء غيره. واستذكرت لك كل شخوص سمو رؤساء الوزراء، من سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ جابر المبارك والشيخ صباح الخالد والشيخ أحمد النواف. حنا لازم نطلع بكويت ثانية ميزانها واحد، عدالة وتكافؤ فرص. مو تقول لي مساواة، ما تساوى. هذه سالفة المساواة هذه لازم تعدل من الدستور. أنا مو متعلم يا أخوي، عندك ولدين، واحد عمره 5 سنين واحد عمره 20 سنة. المهام اللي كلف فيها أبو 5 سنين نفس اللي 20 سنة؟ لا. مسؤولياته نفسها؟ لا. قدراته نفسها؟ شلون تساوي؟ هذا اللي دخلنا فيها في إعادة توزيع الثروة وسلم الرواتب. مهندس يشتغل في جهة حكومية ياخذ 1250 دينار، وواحد في القطاع النفطي ياخذ 4000 دينار. ليش الفوضى صارت؟ واحد تنهى خدمته ياخذ 18,000 وواحد ياخذ 800,000. ما كانت القاعدة هذه؟ نعم. عشان ما تقلص سلطاتهم. هم كلهم خايف على الصلاحيات، حرب على الصلاحيات. دستور واضح واضح. الوقف لهذه المنهجية الخاطئة والقاعدة النفعية اللي نتحذر بتسميتها، وقاعدة تمرير أنت لك حق مواطن مكتسب حسب الأنظمة واللوائح، بدون واسطة ما تأخذه. نعم. ويجي عصام ما له حق مخالف الأنظمة عبر النواب واسترضاء للوزراء، يروح الوزير يمشي معاملة عصام وهو ما له حق، وينصدم خالد في تعطيل معاملته. خلصت. الناس واعية الآن. لما نجي نتكلم عن التكليف وندخل في شخوصها ما تعني شيء. أنا أتكلم عن نفسي. الشيخ محمد خريج، نجي نحط السيفي خريج هارفارد. نعم. وتنشأ في بيت حكم من سمو المغفور له الشيخ صباح السالم والده رحمة الله عليه، والشيخ سالم رحمة الله عليه، والشيخ علي. وتنشأ بين القصرين الحكم، المسيلة ودسمان، وثلاثة من أخواله الله يمتع بعمر الشيخ مشعل كلهم أمراء. كل المقومات لدى تعليم راغي، تنشئة راغية، وفي بيوت حكم ما ينقص شيء، ما ينقص شيء. لكن شو اللي يواجه الشيخ محمد؟
النظام البنيوي الخاطئ. قبل ما ندخل على الحكومة الجديدة وسمو الشيخ محمد صباح السالم، أثناء حديثك أنا يعني في شغلة جذبتني بالكلام. ممكن عندي قناعة أن أنا نائب يستجوب وزير لمصلحة شخصية، لكن وزير يستجوب وزير عبر أدوات يكلف النواب بمصالحهم. يعني أنا وزير ومعاك يا رجل زميلي وزير نفس المجلس. أي نائب قبل يسألون يقولون ليش ما تستجوبون؟ قلنا احنا ما احنا أدوات ولا نبحث عن مصالح معهم، احنا جينا نمثل الناس. هذا اللي يدفع النواب اللي انت تخبرهم القوقائية والصياح والحلف والقسم. وين راح اليوكن الأسود؟ طيب والملف الأسود؟ هذا النائب هذا القصص الوزير هو يقول روح سوي الشغلة. يا رجل القصص اللي كانوا يألفونها النواب والبهتان ما يستذكرها التاريخ. يخلق يشيطنون الوزراء. ما تشوف المناصب الوزارية طاردة؟ نعم. ولا قعدوا داخل الديوانيات الوزير ياخذ 2500 دينار. ليش هو عامل بقالة؟ لو ياخذ بونس في بقالة أو فود ترك خذ أكثر من المبلغ هذا. إيش تبي من العالم تسوي؟ أنا ليش أجي أصير عرضة مو انحرق سياسيا يا رجال؟ في الشارع يكرهونك، شيطنوك النواب لمصالحهم. كلمة حق يراد فيها في أخطاء، ما نقول ما في أخطاء، هم ليست يعني يستخدمونه. إذا استمرت النظرية في التعامل عدل ولا، ونظرية ربعنا طبعا هم يلفظون على السلطة اسم شيخ، يا سيف يا منسف. لا، في عدالة، دولة مدنية، الكل يأخذ حقه بموجب العدالة وتكافؤ الفرص على أقول قدراتك الخاصة. والبدو يقولون الرجال على قدر منافعهم. نعم. ما يتحقق للمصلحة العامة مو المصلحة الخاصة. مصالحنا الخاصة احنا ندمر بلد على مصالحنا الخاصة. أنا قلت لك في الحلقة اللي طافت كلنا مشاركين، واحد بجهل، واحد استخدم، واحد بنقص خبرة، واحد في جشعة ومصالحه. نعم. وكره يا رجل يجب أن ننكر ذاتنا. احنا ليس مخلدين في هذه الأرض. ولما يجي الشيخ محمد طريق الشيخ محمد مو مفروش بالورد. الناس اليوم ناسي المنصب هذا وتتكلم عن منصب ولي العهد. هذا حق أصيل لصاحب السمو. أنتوا ليش تتكلمون وتسوون بورصة جاء فلان راح فلان؟ نعم. ونرجع ثقافة الناس في السوشيال ميديا، الكتابة خلف الأبواب. يعني سهلة، أنا أحط لي 5 موظفين وكل واحد عنده 15 حساب، ولا أقول لك فلان في وبهته، والناس تروح عندها قناعات يقينية. والله قال فلان، قال زجران. منو زجران؟ صار الناطق الرسمي. الناس تنطر زجران. نعم. ناس تنطر مدري منو ويتفرغون. وبعضهم مو يا رجل بعضهم ليس بالدولة. خل زجران، خل أحمد خالد. شو الكلام هذا؟ يعتبر مصدر إعلامي. يا أي مصدر إعلامي؟ سؤالي سؤال بسيط. الناس حط بروجيكتور قام يشرح كذي بيجيكم والحكومة ساكتة. هذا ضرار في الصالح العام، تشويش للرأي العام، تشويش. من يحاسبني؟ ممكن تكون يا رجل أنت الآن بشرح نفس هذه. أنا لما أثير إشاعة تضر في الرأي العام مو المفروض أحاسب؟ نعم. مو المفروض أحاسب؟ لازم تتوقف العملية هذه، ويكون في مصدر. أنا وياك وكل الناس ينتظر تصاريحه، سواء كان وزير دولة أو الناطق باسم الحكومة. اليوم أمس ما نزلت الرواتب. نعم. مو نزل بكويت اليوم وبشهادات الرواتب إضافة تعديل سلم الرواتب بالنسبة للمتقاعدين اللي راتبهم أقل. أمس ما استلموا فلوس وضج الشارع. ليش تسوون كذي؟ خلنا بنطوفها لكم الآن حكومة مستقيلة وحكومة جديدة، شوف متى تكلف. نعم. إيه البلد الحين متفقين كلنا أن البلد في وضع كارثي، ابتداء بالخلل البنيوي في بناء السلطة وممارستنا الديمقراطية، وانتهاء بسكوتهم على البلبلة اللي تثار.
على السوشيال ميديا، ولا يطلع واحد اللي ما نعرفه ومتخفي كيفه، لكن لما نعرفه ونعرف اسمه ويصرح باسمه ليش ما نحاسبه بموجب القوانين واللوائح؟ نعم. العامة وسواد الناس ترى هي ذات العامة اللي خرجت ب 2011، هي ذاتها الآلة الإعلامية بعد السوشيال ميديا ما في إعلام رسمي وإعلام خاص، سوشيال ميديا. هناك ناس بروفيشنال، عندي استعداد أظل قلت لك حط 5 موظفين كل واحد 15 حساب، وأقول في خالد ما لم يقوله مالك في الخمر، أحط اللي فيه مو فيه، سواء كان شخصية عامة، سياسي، من الساسة، من كبار موظفين الدولة، وحرك الشارع عليه، خليهم يسبونه وما يعرفونه، ما يعرفونه بالهيئة يا رجل، يعرفونه اسم لاقوا. ما يصير. الآن المرحلة انتقالية، ونرجع نقول الشيخ محمد المجلس هذا للتعامل معه. مو أنا الكلام اللي قلته يا خالد، مو أنا اللي قال المقام السامي حضرة صاحب السمو. نعم. هو الآن لا يعني بأول جلسة جلستين خلاص يرفع عدم تعاون معاهم. هو يرفعه للمجلس؟ لا، هو يرفعه. نعم. المجلس يجر أن يرفع عدم التعاون مع الشيخ محمد، ولا يجر. خلصنا من سالفة يوم الشيخ صباح الخالد الله يذكره بالخير، لا يرفع عدم تعاون ويرجع للشارع. قبل ما ندخل على عدم التعاون، احنا يا ابو نايف احنا شعب دائما نستبشر خير، ودائما نقول في كل رئيس مجلس وزراء يعني يقدم في تكليفه على رئيس مجلس وزراء نستبشر فيك الخير. وبالنسبه للدكتور محمد صباح السالم يمكن الكل اجزم عليه بالسوشيال ميديا يا رجال، احنا مو استبشرنا بالشيخ، لكن انا ابي من وجهة نظرك فرص نجاح الحكومة القادمة اللي سيتولاها بقيادة سمو الدكتور الشيخ محمد صباح السالم، هل انها راح تحقق متطلبات الشارع الكويتي؟ انا عن نفسي، انا لو الشيخ محمد لازم ما يتعامل مع المجلس كلام صاحب السمو، انه تآمر مع الحكومة على الأضرار بالصالح العام. شلون تتعامل معه؟ هذا تعامل. أنا بتكلم عن تشكيل الوزاري. الآن تشكيل الوزاري ما نبي نتكلم عنه. لازم نراعي أن الشيخ محمد وزير خارجية. نعم. له سياسة معينة. لا ما نتكلم بسياسته. الشيخ محمد وزير خارجية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية لكل الفترات نعم اللي قضاها في الحكومة. لازم نراعي الشيخ. احنا لازم نخلق عمل مؤسسي مو شخوص، اللي قلنا لك المنهجية لازم تتغير. نعم. في قضية اختيار الوزراء لازم يكون عمل مؤسسي، لازم نجيب واحد كفاءة، تكنقراط، نظيف اليد، ثبت عنا تفانية في خدمة هذا البلد. غير هذا ما في مقياس. ولا احنا لو ما قدامنا مجلس أمة ويجي مجلس جديد، مو المجلس هذا، نقول نرجع للمادة 98 ونسوي حكومة وفاق وطني، ونختار من كل أطياف القوى السياسية، مو نروح القبائل وطوائف، لا، قوة سياسية، ويشكل مجلس الأمة من أعضاء ويشكل مجلس الوزراء من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم. القاعدة اللي تكلمنا فيها في حلقاتنا السابقة. نعم. اليوم ترى أنا قلت لك في ذيك الحلقة احنا في وضع كارثي، نبي خطوات سريعة عشان ننتقل للتعافي، ولا نتكلم أنا قلت لك عن الشيخ محمد، وقلت لك سيرته الذاتية. نعم. قلت لك السي في ماله، لكن الشيخ محمد شو يقدر يسوي قدام هذا الخلل البنيوي؟ شو يقدر يسوي؟ تقول لي الحكومة تستمر وما تغيرت. أقول الخلل البنيوي إذا ما تغير من فريقين حمائم وصقور اللي يهاجمون النائب ويخلون فيه الوزير، إذا تعطلت مصالح النائب لجأ لابتزاز الوزير واستجوبك وخلاص أحطك على المنصة، أنا أجرك مع رقبتك. شنو تجرني مع رقبتي؟ شنو أنتم؟ شو سالفتكم أنتم؟ ليش ما يعرفون توصيف النائب؟ والحكومة ما عندها أدوات، مثل قضية اليوم التناقض اللي كانوا ب20 يركبون على المنصة واليوم يسكتون.
ما راحوا هم للمحكمة الدستورية. تبي قناعتي الشخصية في قضية انعقاد الجلسات؟ في نصاب تنعقد بدون حكومة، صار عرف. هم منو خلقه؟ خلقوه النواب، خلقوه النواب يا رجل. يعني تقدر المجلس يقدر يعقد من غير وجود نعم حكومة؟ هذه قناعتي الشخصية. أنا ماني فقيه دستوري. حصلت سابقة تاريخية ما أترك عنك السوابق التاريخية، ما نبي ناخذ على القياس. إذا هو عرف ممكن تكون حاصلة. إبراهيم الحمود تكلم فيها وغيرها، والفيل تكلم فيها، احنا نعرفها. احنا عندنا ممارسة 3 دورات. في نصاب في انعقاد جلسة، أتت الحكومة ولا ما أتت؟ لائحيا عجل ولا كل يوم المجلس سكروه فتحوه؟ مو بقالة، هي مو بقالة. ونرجع للشخوص. الشخوص ما تعني، هذه مرحلة جديدة. محترمينكم يا الشخوص. شفت التناقض؟ محمد مطير يا رجل نائب رئيس، هو ذات الشخص اللي وقف وجاب الميكروفون. يقول كان مسافر، ما كان موجود. أنا ما يقدر الناس تصرح وهي في آخر الدنيا. إذا كان موجود ممكن يغير وجهة نظر أو موقف. كيف أنا ببين للناس التناقض. هذه ناس تتوارث الكراسي يا رجل، يقعد 30 سنة عضو مجلس أمة. أنت لما تصلح الخلل البنيوي خلاص بتوصيفه الوظيفي، شرع وراقب. نعم. لكن تجي تقول لي الشعب الكويتي الآن خلاص أصبح واعي. ما قلت لك أنا استشهدت لك يوكن أسود وملف أسود وما أدري إيش، وتطلع قصص وهمية. من يحاسبهم؟ ما يواجهونه في الديوانيات. أنا أمدح زيد اليوم، أسب زيد اليوم، وبكرة أروح أزوره بديوانيته وأقول الحمد لله على سلامته. ما أنت ما خليت فيه شيء. برغماتية هم. قلنا الساسة والسياسيين أبناء شرعيين للمصالح، هذا ما نشرعنها احنا، ولكن هذا الواقع. اللي يختصر الوضع هذا تغيير المنهجية. إذا ما تغيرت المنهجية والقينا سالفة الركيزتين، القاعدة النفعية وإيصال المنافع، والناخب يبتز النائب والنائب يبتز الوزير. نعم. وتتحقق المصلحة العامة في هذه العدالة. تلقائيا المصالح الخاصة أتعالج، أخذ خدماتي كاملة مستوفية. عندي أبي أتجاوز القانون في سد منيع أمامي. تحققت العدالة. نعم. ما في تجيب الحين مو في اختبارات ثانوي العامة. نعم. ناس داير على الفلك، ساعدوا. أبو نايف، تنبأت أو صرحت نقول لقاءنا في الحلقة السابقة أن العمر افتراضي لهذا المجلس الحالي منتهي. هل سيتعاون مع الحكومة القادمة؟ هل يمكن أن يطيل هذا التعاون أو هذا الأمر إلى تحقيق من عمر المجلس أكثر؟ يطيل عمره؟ نعم. إذا نبي نصلح الخلل، نخلي رئيس الوزراء يمشي، يرفع فيهم كتاب عدم تعاون. المجلس هذا إذا تعاونوا معه انت تعاون ما تعاون خلاص. أنا عصام ولا المقام السامي سمو الأمير إيش قال عنهم؟ خلاص شو التناقضات هذه؟ لا خلاص يمشون، والشعب الكويتي يتحمل مسؤولياته، لا تردونهم. ومو نجي وقت الانتخابات ينفتح ملف المعاملات ونرجع للقائدة ودعم المرشحين إعلاميا وغيرها. لا. توقع هذا الملف راح ينفتح في عهد الدكتور محمد صباح السالم؟ أي ملف المعاملات ينفتح؟ نعم. شلون ينفتح؟ قلنا لك إذا بيرجعون على القاعدة القديمة ما راح ينفتح. نعم. لكن إذا جينا أنت ارجع يا رجل. خلنا أقول لك شغلة. شوف الحين الناس لما تقول لي تنفتح المعاملات، الناس تتكلم عن شغلة أقوى اللي قلنا لك، هي الهوية الوطنية. اللي يوم انسحبت، يوم هذا كويتي، يوم ما كويت. اليوم في أصوات نشاد. تعرف شو يقولون؟ يقول شلون حنا 700,000 ناخب، شلون صرنا المفروض بس الجنسية الأولى. أنت منو عشان تقول؟ عندك زاوية؟ أنت إيش قاعد تقول؟ يعني في كثير من الناس قاعد المادة أولى، هو اللي يصوت. المادة أولى. أنت أرقى ولا اللي استوردت منهم الديمقراطية؟ اللي حكمت العالم قطب أوحد كان رئيسها أوباما، ابن مهاجر وأم مهاجرة، وجاي تقول لي المادة أولى؟ إيش كثركم المادة أولى؟ إحنا معاكم بالمادة الأولى ولا نازحين من الدول المجاورة؟
يبي يدخلون الحكومة في طوفة، يبي يحاولون يقنعونهم، يبثون عليهم. البلد مو مالتكم، مو مال التجار، البلد مو مالت قبائل، مو مالت طوائف. الكويت طول عمرها الناس منصهرة فيها في بوتقة وطن. يوم كانت كويت ما خربوها السياسيين والساسة، كلنا لمصالحه. يوم كانت بسيطة، لا عندنا طائفية ولا عندنا قبلية ولا عندنا. اليوم قانون الإسكان يحقق الكانتونات وفريج الفلانيين وفريج الفلانيين، وهم بعدين تدب بينهم الخلافات. نعم. اليوم البلد هذه لازم تتحقق فيها العدالة وفق حس وطني واحد، لا قبيلتك ولا طائفتك، أنت كويتي. بقاء هذه الأرض قلت لك مرتبط في إلقاء كل الحواجز، وأن تكون دولة مدنية بمفهوم الدولة المدنية، إن ديموغرافيتها تصير عرقية واحدة، كويتي. ما ندور نسبك ولا طائفتك ولا وين تصلي بحسينية ولا بمسجد، ولا أنت عندك فكرك كيفك لك، شعائرك ونسكك لك. هاي يخصك. تعامل معنا في آدمية، أبناء وطن واحد، تربطنا الأرض. قلت لك خالد أنا بأكثر من مقابلة. أبو نايف، أنا أبي هذا المجلس، أنت من وجهة نظرك الشخصية سيحل أو راح يقدم استقالته أو يرفض؟ ما عندي معلومة أقول يحل. أنت تنبأت أنا ما راح يطول. أنا أقول حق الشيخ محمد بناء على خطاب صاحب السمو، الخطاب السامي، قال هذول تآمروا ايش تبي فيهم؟ شلون تشتغل وياهم؟ ارفع فيهم عدم وارجع للشعب الكويتي، والشعب الكويتي يتحمل مسؤولياته. لا تيجي تنتخب عصام عشان ولد عمك، لا، خذ على مقياس الحس الوطني. يا رجال اقتلوا الحس الوطني، خلونا طوائف شعوب شنو هذا؟ اتفقوا مثل ما قال المقام السامي الساسة والسياسيين على قتل العدالة وقتل أصحاب الهمة وقتل الحسن الوطني. أنا ايش تفيدني مرجعية الدولة؟ أروح أدور المرجعية قبلية طائفية أنضوي تحتها. عندها يعني عندها في التقسيمة في توصلني أنا يا رجال. صارت حتى في العمل الطلابي اللي يكون يعني نخبة في الجامعات يسوون فرعية قبائل، قوائم انتخابية وينزلون هذول الطائفة لحالهم وهذول ونرجع. وفي كل فئة لا تحسبها يعني على القبائل، حتى في تقسيمتهم داخل القبائل حرب شعواء. من يسمح أبو نايف بالأعراف هذه تصير؟ الأعراف هذا قلت لك الخلل البنيوي، احنا قاعدين خلل البنيوي، حتى مش خلل البنيوي، خلل البنيوي. الشيخ محمد إذا يبي يكون مثل ما كانوا اللي سبقوه، لا طبنا ولا قد الشر. والشيخ محمد احنا أنا قلت لك قناعتي مثل ما الشعب الكويتي احنا تدخلنا نقول جو السالم. انت ايش عليك؟ هذه مؤسسة بيت حكم ذرية مبارك، احنا اصطفينا الحين. والله اشوى الشيخ مشعل جزاه الله خير رد السالم. وينك عن الوزارات اللي طافت؟ ما عندهم الهاجس هذا. الوزارات السابقة دش الشيخ ثامر العلي، دش الشيخ حمد الجابر، دش الشيخ عبد الله العلي، عبد الله السالم. انتوا ليه بعد بتدمرون الأسرة؟ بتحطون شرارة لهم. شوف ان اختيار الوزراء ما يرجع فخذ السالم وفخذ. انا عارف يا رجل، انا قاعد اقول لك الكلام هذا يا خالد انا قاعد اقول لك الكلام هذا، لكن شوف العامة ايش تقول. ليش الكلام هذا يثار؟ ليش الكلام هذا يثار؟ لأن في ناس متلونة وناس ما تقتات إلا على الخلافات وعلى حرب المتناقضات. في مثل عند في الدارج يا رجال، حتى شو يقولون تذابح عليها فهود وياكلها ضبع. الضبع عمره ما يصيد غزال، بطيء في الحركة، لكن لما تقاتل الفهود على الفريسة ينشغلون فيها، يجي الضبع وياخذها ويدخلها في قارة. المراهنة مثل اللي يجيك ويقول لك احنا شلون احنا 700 ناخبين وانت ايش عليك؟ تبي تقتل الوطنية؟ تبي تدخل على الهوية الوطنية؟ ومادة أولى ايش كثرنا
انا معاكم ولا لا؟ لازم نعرف. انا الحين بتكلم، اعرف انا وياكم ولا انا نازح من الدول المجاوره. جبنا لك مثل الولايات المتحده، الريدنكس والسالفه اللي نعرفها، حكمهم رجل ابن مهاجر نعم. جاي من اواسط افريقيا. الناس هذه ما يبون يخلونها مدنيه. احنا نبي نقيسك، نبي نقيمك على شنو تؤدي. هذه قيمتك عندنا، مو فلوسك، مو قبيلتك، مو عائلة. شو تأدي للوطن هذا بحس راغي. خلينا نتعامل بآدمية. نعم. اليوم حنا على فكرة يعني في عرقيات تجينا في بلدها منظمة ولا جاية من دولة ثانية ملتزمة بالقانون، نجيبها ونخربها ونطلعها بضغط وسكر ويروح لها. وخربنا أصلا بروتوكول حياته. وقلت لك كلنا مشاركين. الصمت مشاركة. إن لم تعترض على إن لم تنصر الحق فأنت منتفع من وجود الباطل. خلي الشعب يعرف شعبه. أنت تعرف هذا طلع أمامه وراح للقضاء. يا رجال حتى القضاء لوثوه يا رجال، ما في شيء ما تلوث. شكت الناس فقدت الثقة في كل شيء. الشيخ محمد المهمة صعبة أمامه وهو أهل لها. نعم. واختيار الشيخ مشعل في الشيخ محمد الكل يستبشر فيه خير. الشيخ محمد لا تعامل مع المجلس. مو أنا أقول الكلام هذا، خلي يسمع الكل اللي يقول المقام السامي. أنا استشفيت الرأي من المقام السامي. تآمروا وتعاونوا على الإضرار بالصالح العام. أبو نايف، تعاملت مع سمو الشيخ محمد صباح السالم؟ ما في شك. أحد المجالس كان هو كان أنا كنت عضو لجنة الخارجية وكنا نتعامل طيب معه. أبو نايف، الفترة الأخيرة أشيع قبل استلام الشيخ سمو الشيخ مس وزراء أحمد النواف، كان يعني أشيع أنه ما غاب عن البورصة في التكليف. لا إنه كان يبي يدخل سمو الشيخ. أقول لك طول الوزارات صلاحيات، ما غاب. صلاحيات معينة. بعدين البورصات اللي تتنقلها الناس وفوق وتحت ما غاب عن البورصة الشيخ. هل تم إعطاء الصلاحيات اللي هو طلبها حاليا دخول هذه الحكومة؟ أنا الكلام اللي ينقل أنا لا أؤمن فيه، أنا ما سمعت الكلام منه. لكن الشيخ محمد صباح عمره أي تشكيل رئاسة وزراء بعد الشيخ ناصر المحمد، كل تشكيل رئاسة وزراء كان يدرج اسمه وتتناقله الناس. الكلام أنا ما أبي أبني على الفرضيات، أنا أبني على الواقع. يعني إحنا في الفترة هذه خلال 16 سنة يمكن مر 4 أمراء ورئاسات وزراء أنت اللي شفته. نعم. الشيخ محمد إحنا تعاملنا معه. أنا كنت عضو في لجنة الخارجية. عن عرفي ليش يعني الرجل صاحب مبادئ، قناعاته لا يغيرها، وأساسا ما بناها بالسهولة. فالله العالم إن الرجل ما أتى إلا بأريحية وفق قناعاته ودوره اللي توارثه من إخوانه ومن أبوه. وقلت لك هو رجل تربى بين قصري الحكم. نعم. إذا كانت قصور الحكم 4 فهو ب2 منهم، بقصر المسيلة وبقصر دسمان. بقى إيش قصرين؟ باقي الشعب وقصر السيف. وهو يعني لا ينقص شيء، يعني يمكن عنده أشياء تميزه عن الآخرين، واقع تجربته ومستوى تحصيله العلمي وكل أموره، لكن الوضع قدامه صعب. إذا ما أخذ الخطوات هذه خلاص سيكون، أنا قلت لك الشخوص ما تعني شيء ولا حبنا لهم، وإن شاء الله نحبهم كلهم. الآن الشيخ محمد أنا قلت لك بناء على صاحب السمو الطبقة السياسية هذيك تروح. نعم. كل الشكر لك أخو بنايف على هذه الحلقة الممتعة وعلى سعة صدرك معنا خلال ابتداء سلسلة هذه الحلقات أنت والله وراح نكمل معك يعني الوضع السياسي إن شاء الله نلتقي بعد التكليف بإذن الله. ورود الأسماء فيها. الله. شكرا لك يا أخوي بنايف. مرحبا هلا أخوي. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية هذه الحلقة ونأمل أن نلقاكم إن شاء الله بحلقة أخرى ونشوفكم على خير.